Suratul Fatiha para mí es muy importante. La aprendí de memoria antes de hacerme musulmana y cuando la aprendí sin saber por qué notaba una paz y cuando la memoricé y luego hice un cuadro escribiéndola y la escritura también me dio mucha satisfacción. اللهم ثبتهم على الإيمان وارزقهم أعلى الجنان كما رزقتهم هداية القرآن بالقرآن اهتديت بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى هداي أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. أسلمت في عام 2004. اختارت تخصص اللغة العربية في الجامعة، وطريق الإسلام بدأ معها عندما خطت سورة الفاتحة كاملة مرتين قبل إسلامها. إنها ستيلا من مدريد. أنا اسمي ستيلا ألاس، ولكن بعد سلمت اسمي مريم. أنا أسكن في مدريد العاصمة إسبانيا وعندي 50 سنوات وسلمت منذ 10 سنوات ودابا أنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نحن حاليا في منزل والد ستيلا في مدريد، وهي أختنا ستيلا بارك الله فيها تجلس عند والدها من باب البر. أختنا ستيلا درست اللغة العربية نعم في الجامعة. لماذا يعني أنت من مدريد وتتكلمين الإسبانية، لماذا اخترتي اللغة العربية بالذات في الدراسة؟ أنا درست اللغة العربية ولكن لا أعرف لماذا. أنا أحب اللغة والثقافة والإسلام ودخلت هذا الجامعة ودرست 5 سنوات بدون مسلم. درست اللغة العربية نعم لمدة 5 سنوات ولم تدخل الإسلام. نعم. نعم. Es curioso que eligió la lengua árabe y entonces creo, yo no puedo juzgarlo, pero creo que tiene un buen nivel de la lengua árabe y siempre la he tenido como mi hija árabe. Sí, además es muy agradable oírla hablar en árabe y bueno, claro, yo no tengo ni idea del idioma árabe, pero me encanta, soy entusiasta de ello y de que lo sean mis hijos. Bueno, ella principalmente de mis hijos, yo creo que ninguno, aparte de Estela, tiene conocimiento de la lengua árabe, pero... Y además, yo soy entusiasta de que haya una sintonía entre lo español y lo árabe. Entusiasta, ciertamente. Yo vivía una vida feliz con mi familia. Mi madre iba a misa, mi padre no iba a misa. Y mis hermanos y yo hacíamos como mi padre, no íbamos a misa. Y vivíamos bien. كانت تعيش في حياة أسرية بسيطة لا تهتم بالدين والمعتقد، ولكن هداية الله سبحانه وتعالى كانت تنتظرها بدراستها للغة العربية. وأنت تدرسين اللغة العربية، كيف اتجهت إلى
خط القرآن والإعجاب بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ أنا أردت ذكر سورة الفاتحة، وعجبني ماذا تكتب، وكتبت واحد una página, un cuadro pequeño de سورة الفاتحة وأنا هدايا لأبويا. سورة الفاتحة para mí es muy importante. La aprendí de memoria antes de hacerme musulmana, y cuando la aprendí sin saber por qué notaba una paz, y cuando la memoricé y luego hice un cuadro escribiéndola, y la escritura también me dio mucha satisfacción, y poco a poco he meditado sobre las palabras, el contenido, y pienso que es la apertura de las cosas que Dios nos ofrece para cuando tenemos que empezar algo. بعد أن كتبت سورة الفاتحة، هل أردت أن تقرأي معناها بعد أن أحببتيها؟ هل أردت أن تتدبري هذه السورة وتقرأي تفسيرها؟ عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمة رحمة الله، وأنا sentía el rahma min Allah, una paz muy grande, y como que me guiaba en un buen camino para mi conocimiento y mi paz. نور الهداية زار صدري، هو مبتدأ أنسي وعمري، فعزمت للرحمن أمري، وعلى خطاطها مشيت، يا نفحة القرآن فوحي، عطرا على قلبي وروحي، يا بلسما يطوي جروحي، لولا الهداية ما ارتويت. سورة الفاتحة العظيمة هي مفتاح القرآن الكريم، وهي تختصر كل ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، وخاصة آية إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية التي ألفت فيها كتب كثيرة، لأنها تشرح العلاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، فله العبودية الخالصة ولنا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ما هي الرسالة التي وصلت لك من سورة الفاتحة؟ Que Allah subhanahu wa ta'ala nos protege, nos da la guía para el buen camino, y que está satisfecho de la gente que hace el bien y que no quiere a la gente que hace el mal. Alladina an'amta alayhim ghayril maghdubi, y no la gente que hace el mal. آي من القرآن لها بروحي صدى، وفاضت العينات تجيب ذاك النداء. آي من القرآن لها بروحي صدى، وفاضت العينات تجيب ذاك النداء. ثبتني يا الله على طريق الهدى، ثبتني يا الله على طريق الهدى، فكل ما أخشى سوء الختام غدا. بالقرآن برحمه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتاي، أسلمت روحي للإله. بالقرآن برحمه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتاي، أسلمت روحي للإله. قد زان لي أغلى
طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة. Cuando yo tenía 29 años, un hombre español que tenía otros 7 hijos y estuvimos 5 años juntos. Tuve un hijo con él que se llama Mercurio. Pues me llamo Mercurio Paniagua Alas, tengo 19 años y hace poco terminé el bachiller. Pues mi madre es una persona muy buena de corazón y de tan buena que se aprovechan mucho de ella a veces. Pero bueno, no tengo nada que decir, yo quiero a mi madre y la respeto y nada más. وبعد أن قرأت سورة الفاتحة دخلت في الإسلام. حدثينا عن شعور نطقك بالشهادة. Hice la shahada en el 2002. Yo veía que necesitaba refugiarme en Allah, subhanahu wa ta'ala. Por una serie de circunstancias de mi vida, una muerte de un familiar, de una hija política, cosas del mundo y pensaba que en el din del Islam me iba a sentir mejor y veía que otras personas que estaban en el din del Islam estaban bien. Porque me pregunté por la vida, por la muerte, por el origen del mundo, y cuando hice la shahada en el mezquita de Arabia Saudí, en Madrid, las mujeres me abrazaban y estaban muy contentas y yo me sentí muy bien, como si fuera... يا منزل القرآن نورا على أحمدا أحسست باطمئنان بالنور لما ابتدى ثبتني يا الله على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى سوء الختام غدا. بعد أن أسلمت ترددت في إبلاغ أهلها حتى لا يظنوا أنها مجنونة. Que iban a pensar que era una decisión extraña, que me pasaba algo mal en la cabeza o que... Porque mi familia, mi padre no es religioso y mi madre va a misa y no hay personas musulmanas, a lo mejor antes en el pasado. Hombre, algo, pero muy poco. Soy un perfecto inculto, pero un admirador del mundo musulmán, pero inculto totalmente, desde luego, claro. Pero mis contactos me han hecho tener un amor especial al mundo árabe porque, claro, los 4 hijos han estudiado y han podido desenvolverse y hablar en árabe, claro. أخبرتنا ستيلا أنها أهدت والدها سورة الفاتحة عندما تخرجت من الكلية، لكن الغريب في القصة أن والد ستيلا أهداها القرآن عندما تخصصت في اللغة العربية. ما هي قصة الهدية التي أهديتيها للوالد سورة الفاتحة؟ Cuando le regalé le gustó mucho porque yo estudiaba la lengua árabe y él me había regalado un Corán en árabe, pero luego cuando yo me hice musulmana ya no le gustó, y cuando yo cogí mis cosas para ir a Marruecos me dieron el Suratul Fatiha. Luego, después de entrar en el Islam, cuando conocí a mi marido,
empecé a aprender el salat y el saum. Alhamdulillah. هي متعلقة بالقرآن بشكل كبير وتستمع له بشكل يومي. Sí, escucho en Corán Express, lo leo en español y en árabe y lo escucho en lengua árabe. Para mí es mi libro, mi protector, mi guía y lo tengo siempre conmigo. Es la palabra de Allah. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قرآني آياته كم أسعدت وجداني أحزاني ذبلت وفاح الزهر في شطآني رتلته فإذا الحروف بعطرها ملأت دمي وما دامعي وكياني. سألنا والدها: ألا تفكر بالدخول في الإسلام؟ No, la verdad, pero porque no me ha agradado ninguna vinculación a ninguna religión, esa es la verdad. Pero usted pensará en la otra vida, ¿no? En cuando lleguemos a la otra vida, que todos vamos a llegar y eso es lo único de lo que no hay duda. Pues mira, sí que si te refieres a que vamos a morir no cabe duda, pero no he sido yo muy entusiasta de enarbolar el mundo árabe ni de vincularme a él, no. Le tengo gran simpatía al mundo árabe por esto, por mis hijos, pero no por otra cosa. Como le digo, no tiene que ver con el mundo árabe. No. ¿Tiene su relación con...? Pues mira, he de confesar que soy, no digamos ateo, pero escéptico total y no me veo vinculado a ninguna religión, ni a la cristiana, que sería la mía, ni a ninguna otra, pero tengo, bueno, una admiración y un respeto a todas, al cristianismo también, pero al mundo árabe por la vinculación con los hijos, claro. Pero no he tenido yo inclinaciones religiosas, para nada, ni en creencias, ni en costumbres, ni en nada, no. He sido muy marginado del mundo de la religión, la verdad que sí. أصعب ما يواجه الذين هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام وخاصة في الغرب حياتهم الاجتماعية والأسرية، وحقيقة هذا هو اختبار من الله سبحانه وتعالى وابتلاء حتى يميز الصادق من الكاذب، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Dios mío, haz que entre mi familia en el Islam, ayuda a todos mis hermanos y hermanas musulmanas, los que pasan mal, guíame en el conocimiento y en las buenas maneras y en el bien, y llévame a la Meca y ábreme las puertas de tu paraíso. أمنية ستيلا عمرة وحفظ قرآن، وما أحلاها من أمنية. بإذن الله عز وجل موقع نون سيحقق لها هذه الأمنية. بإذن الله ir a la Meca para poder pedir a Allah y aprender el Corán más. أسير بدرب قرآني فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح